يعني فوق 90%. سيادة الرائد، يعني البعض الحقيقة توقف عند نوعية التسليح بالذات في الفيديوهات اللي تم بثها من قبل هذا التنظيم، نوعية التسليح اللي بيحصل عليه. هل لديكم أي معلومات يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالذي يمول والذي يسلح وكيفية نقل هذه الأسلحة؟ القصد في اي اسلحه التي تمتلكها هذه الجماعات او داعش ليبيا يعني نعم، من اللي بيمدها بالسلاح وازاي بيوصل لها؟ نعم، لديهم اسلحه نوعيه، لديهم اسلحه الان، لديهم اسلحه متطوره. من يدعم هذه العناصر الارهابيه وهذه الجماعات لا زالت المخابرات القطريه والتركيه وايضا يعني السودانيه تدعم هذه الجماعات بكل ما تملك. وانتم تعرفون ان هذه الجماعات خرجت من تحت عباءه الكيان المفلس المفسد ما يسمى بالاخوان المسلمين والاسلام منهم براء. بالتالي هذه الجماعات يعني لا زالت تسلح ويعني تمد بالذخائر والاسلحه والمعدات الحربيه، وايضا يعني بكل يعني هذه المخابرات معنا بكل ما تملك، وعن مدينه مصطفى عن طريق مراتب الصيد الذي نسميها نحن الجرافات تاتي هذه الاسلحه النوعيه. وايضا هناك ومن مدينه الى مدينه بنغازي ومدينه درنا واينما الوسطى. لا زالت هذه المخابرات تعبث بالوطن، لا زالت هذه الدويله التي يسرقون مساحتها مزرعه في جسم الدوله الليبيه تبث صبورها باعاز من المخابرات التركيه وايضا المخابرات للاسف الشديد ايضا السودان متورط في ذلك. فلتسال هل لا اعتقد ان الشعب السوداني يعني يوافق ويرضى على ذلك، هل يعلم او لا يعلم؟ وايضا سيادة الرائد، الحقيقة ان احنا بنعاني من صعوبة في التواصل. سيادة الرائد، طب هنحاول ان احنا نتواصل مع حضرتك مرة أخرى للمزيد من الأسئلة، لكن بحسب ما جاء في على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي، وجهت عدة ضربات، لم يحدد عدد الضربات حتى الآن. تحدث عن إصابة أو عن مقتل 46 من عناصر داعش، تحدث عن إصابة الضربات لأهدافها بدقة بلغت 90%، تحدث عن عدم سقوط أكثر من 90%، تحدث عن عدم سقوط أي مدنيين في هذه الغارات، تحدث أيضا عن أن هذه الغارات استهدفت مخازن نوعية للتسليح. وجه اتهامات واضحة وصريحة للأطراف بعينها وهي المخابرات القطرية والتركية والسودانية في مد عناصر داعش بأسلحة نوعية متطورة. فقدنا الاتصال بالرائد محمد حجازي ونحاول ان احنا نصل إليه.